اسكت، أول ما دخل المكتب كان هيجيلي بانيك أتاك. ياه، دي لو كانت شافت الرسالة كان جالها بانيك أتاك. ثانية واحدة، هو أي خوف أو خضة تبقى بانيك أتاك؟ لا طبعا. نوبات الهلع panic attacks هي نوبات قوية من الخوف أو الفزع الشديد مع الشعور بالخطر أو التهديد. المشاعر بتكون قوية جدا ومعاها أعراض جسدية زي ضربات قلب سريعة، دوخة، وصعوبة في التنفس. المدة ممكن تستمر 10 دقايق وأحيانا أطول بكتير. التجربة حقيقي صعبة، كتير من اللي بيصابوا بيها بيفتكروا إنها نوبة قلبية أو حالة خطيرة ممكن تموتهم. غير قابلة للتنبؤ، بتيجي في أي وقت وأي مكان من غير أسباب واضحة، وتسيب الشخص خايف من النوبة الجاية. وبتيجي في السيدات مرتين أكتر من الرجال. التشخيص والأعراض حسب DSM-5: نوبات متكررة غير متوقعة بيحس فيها الإنسان ب4 على الأقل من الأعراض دي. ما بين النوبات بيفضل الشخص قلقان تجيله نوبة جديدة، وده ممكن يسبب تغيير في سلوكه، وطبعا ما يكونش عنده مرض تاني أو بياخد أدوية تسبب الحالة دي. بيكون في دايرة مميزة من تفادي المواقف والأماكن اللي حصل فيها النوبة قبل كده، وده في أوقات بيخلي الناس خايفة تتحرك من بيتها أو تسافر أو تتواجد في أماكن عامة. وزي ما بنقول كده، بيبقى خوف من الخوف، هلع شديد إن النوبة تتكرر. العلاج بشكل أساسي بيعتمد على جلسات العلاج النفسي زي العلاج السلوكي المعرفي وتنظيم الجهاز العصبي، مهارات الاسترخاء، إدارة المشاعر، علاج التعرض، وأحيانا علاج دوائي معاه. مع العلاج الصح تقدر تتعامل مع نوبات الهلع وتقدر تتحكم في يومك وتعيش حياتك بشكل طبيعي، تقدر تغير حياتك.